اسهل وانجح طريقه ممكن تعملوها للبسبوسه في البيت تطلع معانا طعمها حلو جدا وخطير، ما بتاخدش وقت في التحضير خالص، بتتحضر في 10 دقايق وبيطلع طعمها تحفه. كوبايتين من السميد الناعم، بضيف عليهم معلقه كبيره من جوز الهند المبشور وبقلبهم كويس جدا مع بعض. كوبايه الا ربع من السمنه، بضيف عليها كوبايه الا ربع من السكر الابيض، نص كوبايه من اللبن، بضيفهم على نار متوسطه وبقلب فيهم لحد لما السكر يدوب والسمنه تسيح. وبعد كده بضيفهم على خليط البسبوسه وبقلب كويس جدا، بس بقلب بالراحه مش بقلب كتير، مجرد بس المكونات كلها تتقلب مع بعض. صينيه مقاس 26 بدهنها بمعلقه كبيره من السمنه وبضيف فيها خليط البسبوسه، وابدا ان انا اساوي وش البسبوسه بالشكل ده علشان وشها يبقى متساوي لما تدخل الفرن. ممكن تضيفوا على الوش اي نوع مكسرات بتحبوه وتدخلوها فرن سخن على درجه حراره 180، الفرن شغال من تحت لحد لما الاطراف تتحمر، بشغل عليها الشوايه. شربات البسبوسه كوبايه من السكر، كوبايتين من الميه، بضيفهم على النار لحد لما يغلوا. اول لما يغلوا بضيف عليهم عصره نص ليمون. اول لما البسبوسه تاخد لون ذهبي بطلعها من الفرن وهي سخنه وبضيف عليها الشربات السخنه وبغطيها على طول عشان تفضل طريه. بعد لما تبرد ابداوا قطعوها، طعمها بيبقى حلو جدا وخطير، متاكده ان هي تعجبكم، لازم تجربوها وبألف هنا.